يسأل عن حكم التبرك بالشاخص المقام فوق جبل الرحمة، أن نتبرك بالشاخص أم نتبرك بالجبل فقط؟ لا تتبرك لا بالجبل ولا بالشاخص، اطلبوا البركة من الله، والذهاب إلى الجبل بدعة من البدع، والتجمع عليه بدعة، والصلاة عليه بدعة، والتبرك به بدعة. فإن اعتقد أن التبرك به يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. انتبه، يعني حجارة عرفة كأي حجارة على وجه الأرض، وتراب عرفة كأي تراب، إنما المقصود بهذه الشعائر أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أن التراب في حد ذاته أو الحجارة أو الجبل أو الشاخص له ميزة معينة أبدا. نعم.